السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين متتبعين هذه القناه الصغيره المتواضعه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا على خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو بصحه جيده وعواشركم مبروكه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل شيء اللي تتمناو يا ربي. اليوم درت هذا الفيديو في الصراحه، راني هذه دابا واحد اليومين وانا غايبه عليكم. راني قلت لكم المشكل ديال الويفي اللي عندي، وكنت عيانه واحد شويه، ولكن قلت ضروري اليوم خاصني ندير هذا الفيديو نبارك الاسره مغربيه بالبراءه ديال السي بوكريشه. والله القسم الا فرحت بزاف بزاف بزاف، فرحت له واحد الفرحه اللي كبيره، وان شاء الله تنتمناو باش ان شاء الله ينتصر حتى في القضايا والشكايات الاخرين اللي عنده ان شاء الله باذن الله. وحنا زعما عندنا كل الثقه في القضاء المغربي ديالنا النزيه، اللي ما تيظلم حتى شي واحد، اللي دار شي حاجه تيتعاقب عليه. هذا الشيء اللي كاين. والله القسم الا فرحنا بزاف بزاف. وفاش يكون واحد الانسان اللي تتعرفوا درويش وتتعرفوا مسكين، يعني ماشي ديال، يعني ماشي مسكين، ماشي ديال ما فيهش حتى حراميات وهذا، وتي زعما تيتحط في هذا الموقف هذا، راه تيبقى فيك الحال والله القسم. ولكن ان شاء الله تنتمناو بكريشه هذه دير له العقل، وزعما نحاولوا ما نخليو القضاء بعيد، ونخليو المؤسسات ديالنا بعيده على هذا العالم الاحمر اللي دابا ولينا تنشوفوا ان بزاف ديال القنوات، ماشي زعما القنوات كلهم ما تنعممش، ولكن الاغلبيه ديال القنوات ولاو دايرين فيها قضاة، ودايرين فيها محاميين، ودايرين فيها انهم دارسين القانون. للاسف ولا كل شيء تيهضر في كل شيء. يعني هذا الشيء راه عيب وحشومه اننا تنشوفوا شي قنوات اللي طالعه المراه تتغوت وتصرصر كانها تترافع في المحكمه. يعني كل من هب ودب دار قناه ولا حاسب راسو ما عرفت اشنو هو. ما عرفتش انا هاد المتتبعين يعني، وهاد المتتبع كيفاش تيكون جالس في هادوك اللايفات وهادوك الفيديوهات بهذاك الشكل، اللي تتلقى ان صاحب القناه حتى الادب والاخلاق والاحترام ما محترمش داك المتتبع اللي تيتبعه. تتلقى صاحب القناه تيسب وتيعاير في اللايف وكل شيء تيصفق له، كل شيء عاجبه الحال. هاد الشيء دابا راه كثر بزاف عندنا في هذا العالم ديال اليوتيوب. والله القسم وليت زعما تندخل شي لايفات والله العظيم الى حشومه عيب وعار ان داك الشيء زعما راه تنتصدم ان داك المتتبع كيفاش، واش ما عندوش النفس، واش زعما شنو تيستافد من هادوك الناس. كما واحد تيسمي واحد الاسم والله الا انا نحشم نذكره. والله القسم هو راه ما منوش بزاف في هذا العالم الاحمر، راه منه غير واحد، يعني كيطلع معصب داير لايفات هو معصب، هو تيسب في عباد الله، وواحد الطريقه السيد، يعني واحد الكبر وواحد التكبر وهو والله ما يسوى تبعوضه قسما بالله، والله ما يسوى حتى حجره. والسيد طالع في السماء واللايفات كيفاش كيهضر وكيفاش تيسب في الناس وكيفاش تينتقد. بعد هاد الكلمات الانتقاد بعيده عليهم كل البعد، حيت الانتقاد عمره ما كان بهذا الشكل هذا. يعني والسيد واحد كما قلت لكم، انا تندخل القناه والله القسم تنشوف اطباء وتنشوف قنوات ديال العلماء وتنشوف قنوات اللي زعما ديال الناس اللي ترفع لهم القبعه ما شاء الله، وناس متواضعه وتتهضر بادب، يعني ناس اللي تتفيد المجتمع، تتفيدنا في المجتمع كما قلت لكم، اطباء وعلماء وتبارك الله مختصين وخبراء في التغذيه وخبراء في تربيه الاطفال، يعني ناس اللي عندهم مستوى وتدخل تلقاهم مؤدبين ومتواضعين. هو هاد السيد انا دابا باش يصدمني الطريقه باش يقول لنا اشتركوا في القناه، والله القسم الا تضحكني داك الطريقه. زعما بنادم والله الا قمه الاميه، قمه الكلاخ الكليخ اللهم ليا بعدا الاخوان ديالنا والاخوات في القنوات. والله القسم الا قمه الكلاخ يا عباد الله. الله يفيقنا بعيبنا كما تيقولوا قبل ما يفيقوا به الناس. والسيد اشتركوا في القناه، شويه غيجبد عصا، غيجبد قطيب غيجبد قطيب في داك الفيديو ولا في داك اللايف اللي داير، وغيبدا يضرب عباد الله. اشتركوا في القناه، يلا انت ما مشتركش مد يدك، راه يدك يلا تاكل الفلاقه. والله الا زعما الا
هذا الشيء وحق الله الا زعما فوق الطاقه ديالنا، فوق الجهد ديالنا نبقاو نشوفوا بحال هاد الناس هادو. والله العظيم اخوتي لا، هذه غير هضره جبدت هضره كما تنقولوا. يعني الانسان فاش تيدير فيديو تنبغيو نهضروا مع المتتبع ديالنا، نتحاوروا معاه، ندردشوا واحد شويه. يعني هذه باش جبنا هذه الدردشه هذه، تفكرت هذه النقطه وقلت نهضر عليها. بالنسبه للناس اللي عاوتاني مازال تابعين يسرى على الزواج ديالها وعلى العقد، يعني المتتبعين كونوا متاكدين باللي يسرى راه غتوضح لكم كل شيء وغتوريكم كل شيء، كونوا متاكدين. ولكن المشكل هو ان هاد الناس دابا اللي دائما تيشككوا في هاد الافعال اللي تيديروا اسره مغربيه، دائما اي حاجه داروها تيكذبوها وتيشككوا بها وتيطلعوا في الفيديوهات ودائما تيكذبوا هاد الاسره. يعني راه انا تنشوف باللي واخا يسرى غادي توريكم العقد، حتى ولو طلعت وراتكم العقد ديال الزواج راه ما غتصدقوش، راه غادي تقولوا باللي مزور ولا يعني بزاف ديال الحوايج، حيت نتوما دائما كما قالوا، كما تيقول المثل فين ودني كاشحه ماشي تيقولوها هي، تيقولوا ها هي. يعني نتوما دائما عندكم هاد التضليل ديال المتتبع ديالكم دائما. الى هاد الاسره مغربيه شرقت نتوما خصكم تغربوا. يعني نتوما دائما خصكم تمشيو العكس، الاتجاه المعاكس. او لا، اذا عكسنا، واحد البرنامج كانوا تيديروه في الجزيره، في الجزيره قديم كان الاسم ديالو اذا عكسنا. كان واحد البرنامج اللي واعر دائما فيه الدباز وفيه، المهم كل واحد قالب وجهه لجهه. يعني هاد الناس ما بغاوش ينساو هاد الشيء هذا. يعني حاضين بوكريشه في السجن، حاضين يسرى، حاضين لبنى علاش دائما زعما نفس السيناريو. علاش لبنى تتلبس، علاش لبنى خرجت، علاش لبنى تقادات، علاش يسرى سافرات، علاش يسرى دارت، علاش يسرى ضاحكين. اخوتي زعما راه الحياه راه عمرها ما تتوقف. يعني راه بزاف ديال الناس عندهم سجناء، بزاف ديال الناس عندهم مرضى في الدار، بزاف ديال الناس عندهم المشاكل. ولكن واش كل واحد فينا غيكون عنده واحد المشكل ولا هادي يكون عنده واحد السجين فراه غادي يوقف الحياه ديالو وغيجلس داير يدو على خدو تيبكي؟ عمر المشاكل ما تحلت بهذيك الطريقه، عمر المشاكل ما تحلت بالضعف. يعني اي مشكل تيخصك تحلو بواحد العقل وبواحد القوه. يعني لما كنتيش قويه ما غاديش تقدري تواجهي المشاكل في هذه الحياه. يعني حنا تنشوفوا باللي هاد الناس حاسدين هاد اسره مغربيه على الرغم من هاد المكائد اللي كادوا لها وهاد المشاكل اللي حطوهم فيهم. يعني مازالين حاسدينهم، واخا شتوهم، واخا صيفطوا بوكريشه للسجن، واخا بزاف ديال الحوايج. المهم ما غاديش نقولوا صيفطوا، حيت بوكريشه راه معروف القضيه اللي دخل عليها للسجن اللي هي الضرب في القضاء، هادشي كنا عارفينه. ولكن البراءه ديال يعني راها بانت البراءه ديالو من شي قضايا، ومازالين قضايا اخرين اللي هاد السيد واخا مازال في السجن مازالين تيغرقوه بالشكايات، مازالين الشكايات. يعني ما عندوش بكريشه كما عارفين حنا كاملين غير قضيه واحده. يعني الله ينصروا ان شاء الله في القضايا الجايين. على الرغم من ان هاد الناس يعني شايفين ان بوكريشه في السجن وان هاد العائله مساكنها وتشملهم، فمازالين حاسدينهم على الضحكه الى ضحكوها، الضحكه الى ضحكوها مازالين تيحسدوهم. وما تيعرفوش باللي الانسان راه الله اللي تيعلم على ما في القلوب. يعني ولو الانسان يطلع لك داير مكياج، يطلع لك لابس مزيان، يطلع لك ضاحك، ولكن قلبه راه ما غتقدرش تعرف شنو في قلب الانسان، حيت القلب تيعلم عليه غير الله سبحانه وتعالى. وراه ماشي الناس كلها بحال. كاينين الناس اللي بصح تتاثر فيهم المشاكل يعني على حساب كل واحد والكاركتير ديالو. كاين الناس اللي لا تعرضوا للمشاكل فراه تيجلسوا صافي، يعني تجيهم واحد الحاله ديال الاكتئاب اللي يقدر حوايجو ما يبدلهمش يشد عليه في واحد البيت. يعني صافي ما تتبقاش عنده كاع داك الطعم، ما تيبقاش حاس بالطعم ديال الحياه. وكاين الناس اللي ولو عندهم مصائب ماشي مشاكل، ولو عندهم مصائب. واكبر دليل هي هذه الاسره المغربيه قدامكم. يعني كما تتشوفوا لبنى راجلها راه في السجن، راه العيد هذا العواشر، وداك البنيته الصغيره يعني يلاه بدات تعرف باباها. هي ما
هي مسكنه يعني ما فرحش بها كيفاش تتمشى، كيفاش تكبر قدامه. يعني هو مسكين في السجن، وهانتوما تتشوفوا لبنى يعني مازال ما شاء الله عليها كما كانت، انيقه مقاده معوطه راسها. يعني هاد الرساله هذه اللي بغيت دابا نوجهها، انك عمرك ما تحكم على الانسان من المظاهر، عمر الانسان ما نحكموا عليه من المظاهر. راه ماشي الناس كلها بحال وماشي كل شيء عنده ردة الفعل بحال، راه كل واحد وردة الفعل ديالو، كل واحد والمواقف ديالو اتجاه المشاكل اللي تيعيشهم. المهم هذا الفيديو انا فرحانه مع اسره مغربيه بالبراءه ديال بوكريشه ان شاء الله، ومازال ان شاء الله تنتظروا بكل فرحه، وان شاء الله وتنطلبوا الله معاه ان شاء الله باش يثبت البراءه ديالو في قضيه زينه المحارم ان شاء الله. وحنا كنا ثقه في القضاء، وداك الشيء اللي داروا القضاء باذن الله صراحه هو اللي غادي يكون، ما غاديش تكون شي حاجه من غيره. هادشي اللي كان اخواني اخواتي، بغيت نسكت هذا الصوت ما عرفتش. يعني اخواني حنا عندنا واحد الثقه كبيره في القضاء ديالنا، واللي دار الذنب تيستاهل العقوبه، والقضاء ديالنا المغربي عمره ما كان ظالم. يعني اللي دار شي حاجه تيتعاقب عليها. هادشي اللي كان اخواني اخواتي. تنتمنى ما نكونش طولت عليكم هاد لا فيديو هادي. انا ما بقيتش تنبغي نطول الفيديوهات، حيت كما انا مثلا بغيت نشوف واحد الفيديو اللي طويل. يعني الانسان كل ما قل ودل كان احسن. يعني الفيديو يكون قصير الناس حتى الوقت ما بقاش عندها، وبنادم تيبغي يتفرج الفيديو يكون غير قصير ماشي شي حاجه اللي طويله. خوتي تنحبكم بزاف وتنقول لكم باللي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم اخواني اخواتي. والله القسم الا راني شفت عاوتاني القناه طلعت واحد السيمانه ولات عاوتاني هبطات واحد الهبطه صاروخيه. اخواني الله يجازيكم بخير، اشتركوا في القناه، ما تبخلوش عليا باللايكات بالبارطاج بالتعاليق ديالكم الزويونه باش تشجعوني نبقى في هذا العالم الاحمر معاكم ومع هذه المجموعه الطيبه. الله ينصرهم. وتحياتي لجميع القنوات من هذا الفيديو اللي تتهضر على الحق واللي تدعم الحق واللي تتعاون الناس. خويا الجوكر، خويا مرايا، الله يحفظكم والله ينجيكم. يعني بزاف ديال القنوات. المهم انا هضرت على واحد الناس تنتفرج فيهم بزاف اللي دابا انا تنتفرج فيه يعني ودائما نحضر معاه، وحتى الا فاتني اللايف نولي نعاودو. يعني الجوكر باك ولينا مدمنين في الصراحه الله به، ما يمكنش ما تتفرج. انسان اللي تيجري في الخير وتيهضر على الحق وما عنده حتى شي هدف من مورا هادشي. يعني انسان اللي ما عنده حتى شي هدف وحتى شي مصلحه من مورا هادشي. تنبغيكم اخوتي بزاف، الله يحفظكم وينجيكم. ما تبخلوش عليا، عافاكم فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد. وتنبغيكم بزاف ودائما نختموا الفيديو بالصلاه على اشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا اخواتي بيزو ليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.